أعزائي طلبة السادس العلمي، اليوم عندنا مواضيع قصيرة، وهي أول موضوع هو حسابات انتروبي التحولات الفيزيائية. حسابات انتروبي التحولات الفيزيائية إن درجة الانصهار ودرجة الغليان هما درجتان حراريتان يحدث عندهما الاتزان. هنا يحدث عندهما الاتزان. بين ضغط بخار المادة والضغط الجوي، وعند هذه الدرجات بالتحديد تكون قيمة الدلتا جي الطاقة الحرة القياسية تساوي 0، لأن المجموعة التي هي في حالة اتزان يكون ميلها للتغير في اتجاه معين مساوي بالضبط لميلها للتغير في الاتجاه المعاكس. عندنا احنا هذه علاقة جيبس دلتا جي دلتا اتش تي دلتا اس. هنا 0 عند الاتزان. ايش راح ينطيني؟ هنا المطلوب تي ترانزيشن الانتقال دلتا اتش ار على اليمين على دلتا اس ار. نيجي عندنا درجتين حرارية يحصل عندهما الاتزان اللي هي دلتا هنا اللي هي الانصهار والغليان. ايش راح تصبح علاقة جيبس؟ احنا نريد الانتروبي، ناخذ القانونين دلتا اس فيوز انصهار قصده دلتا اتش فيوز انصهار على تي ام. تي ام اللي هي شنو قصده بالتي ام؟ هنا تي ام تساوي 0 درجة انصهار الماء زائدا 273 كي. هاي درجة الانصهار. وعندي قانون دلتا اس فاب للتبخر دلتا اتش فاب تساوي هنا دلتا اتش فاب على اليمين على تي بي. تي بي تساوي 100 سليزي زائدا 273 373 كلفن. خلينا نثبت النقاط. درجة غليان الماء 100 سليزي 373 كلفن. درجة انجماد الماء النقي هي 0 سليزي أو 273 كي. درجة انصهار الجليد 0 سليزي أو 273. ملاحظة هنالك تحول فيزيائي يسمى التسامي. شنو قصد التسامي؟ تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة. تسامي تحول المادة من حالة صلبة مباشرة للحالة الغازية، وهاي نلاحظها بالنفثالين. فهنا انثالب التسامي تساوي مجموع انثالب التبخر وانثالب الانصهار. مجموع انثالب التبخر وانثالب الانصهار كونها دالة حالة. راح نباشر بحل الأسئلة التي تخص حسابات انتروبي الحالات الفيزيائية. خلينا نقرا منطوق السؤال. احسب انتروبي التحول الآتي: H2O سائل H2O غاز. شو انطاني بالسؤال؟ من معطيات دلتا اتش فاب. ذكر لي تحول، ذكر تحول الماء السائل الى بخار. دلتا اتش فاب 44
عند درجة الغليان. نباشر. تي بالكلفن تساوي 100 زائدا 273 373 كي دلتا اتش فاب تساوي 44 كيلو جول على المول. نكتب القانون دلتا اس فاب هنا انتروبي التبخر، تحول الماء السائل الى بخار، فراح احسب له انتروبي التبخر. هنا 44 على 373 تساوي 0.118. هنا هذا الرقم مقرب، هي 117.9. قربته. شنو الوحدة؟ كيلو جول على المول في كلفن. دلتا اس فاب تساوي 0.118 في ألف تساوي 117 هنا جو هنا او العفو 118 نفس الرقم 118 هنا جول على المول في كلفن. لازم ارجع وحدات الانتروبي الى الاصل مالته اللي هي جول على المول في كلفن. راح ناخذ سؤال وزاري مشابه له. نخلي السؤال مجاور الى سؤال اخر حتى نقارن. احسب التغير في انتروبي التحول. هذا انتروبي التحول منين؟ من المعادلات. شنو اختلافه؟ هنا نطانا دلتا اجفاب جاهزه 44 كيلو جول على المول. هنا انطاني معادلات. انا جاهز لهيك سؤال يريد من عندي، فانا راح اطلع اول خطوه، راح اطبق قانون المجموع. هنا اطبق قانون المجموع حتى اطلع هنا اطلع دلتا اتش فاب. اجي دلتا اتش ار تساوي سميشن ان دلتا اتش اف نواتج سميشن ان دلتا اتش اف متفاعلات تساوي، نفتح قوس، راح نبلش 1 في هنا حرارة تبخر الماء ايش قد؟ سالب 242 اللي هي هاي سالب. نجي 1 في سالب 286 حرارة تبخر الماء السائل تساوي سالب 242 زائدا 286 تساوي 44 كيلو جول على المول. أصبح هذا السؤال نفس هذا السؤال. هنا طلعت الدلتا أجباب. تحول الماء السائل إلى بخار بيا درجة 100. هنا تي بالكلفن تساوي 100 زائدا 273 373 كلفن. دلتا اس فاب تساوي دلتا اس فاب تساوي دلتا اتش فاب على تي بي 44 373 تساوي 0.118 كيلو جول على المول في كلفن. دلتا اس فاب تساوي 0.118 في ألف تساوي 118 جول على المول في كلفن.
الفرق بين السؤالين هنا انطاني دلتا اتش فاب جاهزه، هنا انطاني اياها على شكل معادلات. استاذ انت طلعت هنا دلتا اتش ار، هنا دلتا اتش ار هنا للتحول هي نفسها دلتا اتش فاب. اذا هذا موضوع بسيط، حصته 5 درجة بالوزاري ولازم ننتبه له. عندنا موضوع قصير آخر هو إيجاد الدرجة الحرارية التي تجعل التفاعل تلقائي. عندنا سؤال 31 واحد، جد الدرجة الحرارية التي ستصبح عندها التفاعلات التالية تلقائية. إذا علمت أن قيم دلتا اس ودلتا اتش تفاعلين، دلتا اتش هي 126 كيلو جول على المول والدلتا اس 48. تفاعل بي دلتا اتش سالب 12 كيلو جول على المول والدلتا اس سالب 105 جول على المول في كلفن. لإيجاد درجة الحرارة التي تكون فيها التفاعلات A و B تلقائية، نفرض إن قيمة دلتا جي عند الاتزان تساوي 0. نفرض إن قيمة دلتا جي عند الاتزان تساوي 0. نجي التفاعل يا تفاعل A، عندنا دلتا اس تساوي 48 على ألف تساوي 0.048 كيلو جول على المول في كلفن. هنا وحداتها كيلو جول على المول وهنا جول، فما يصير، لازم نوحد الوحدات. يريد من عندي درجة الحرارة دلتا جي، هاي علاقة جيبس، دلتا اتش تي دلتا اس، هذا 0 عند الاتزان، اذا تي تساوي دلتا اتش على دلتا اس تساوي عندنا 126 على 0.048 بالالف تساوي 2.625 كلفن. هنا حتى يكون التفاعل تلقائي نعتمد على إشارة الدلتا اس. إشارة الدلتا اس إذا موجبة نذكر هاي العبارة: يستوجب رفع درجة الحرارة أكبر من 2.625 كلفن هنا لكي يصبح التفاعل تلقائي. نعم، الإشارة الموجبة حتى يكون التفاعل تلقائي، شوف جاي أكد على الإشارة الموجبة، لازم أرفع درجة الحرارة أكثر من 2625 كلفن حتى يصبح تلقائي. نجي إلى التفاعل B. التفاعل B دلتا اس تساوي سالب 105 على من؟ على ألف. نعم، سالب 0.105 كيلو جول على المول في كلفن. نكتب القانون: تي تساوي دلتا اتش على دلتا اس. هنا ايش عندنا؟ سالب 12 على سالب هنا 0.105 تساوي هنا 1 هنا 100 صح، هنا 114.3 هنا كلفن. ألاحظ إشارة الدلتا اس شنو؟ سالبة. شو أذكر عبارة؟ يستوجب رفع درجة الحرارة أقل من
1 4.3 كي، لكي يصبح التفاعل تلقائي. هنا حتى يصبح التفاعل تلقائي لازم ما اتجاوز ال 114.3 كي. اذا هنا هذا موضوع قصير، ايجاد الدرجه الحراريه التي تجعل التفاعل تلقائي. اعوض الدلتا جي صفر، اقسم الدلتا اتش على من؟ على الدلتا اس. هنا على اشاره الدلتا اس موجبه اكتب اكبر من الدرجه اللي استخرجتها، سالبه اكتب اقل من، وانتهى الموضوع. ننتقل الى سؤال 32.1. التفاعل الاتي CaCO3 الصلب ينطيني CaO زائد CO2 غاز غير تلقائي. هو قال لي غير تلقائي بالظروف الاعتياديه. بين حسابيا باي درجه حراره يصبح عندها التفاعل تلقائي. عند ال 627 لو 927، علما ان دلتا اتش ار هي 178.5 والدلتا اس ار 160. جواب. عنده ال 627 سيليزي، اجي الى درجه الحراره تي بالكلفن تساوي هنا 627 273 900 كي، 900 كي. دلتا اس ار تساوي 160 على يمن على الف 0.16 كيلو جول على المول في كلفن. نكتب علاقة جيبس دلتا جي ار دلتا اتش ار تي دلتا اس ار. استاذ شو ما حطيت نوت دلالة على القياس؟ هو ده يقول لي غير قياسي، فأنا كتبتها بدون نوت. أول شيء احنا الظروف القياسية 25، أنا عندي يا درجة 627، يعني هنا ظروف غير قياسية. 178.5 هو ذكرها لي، سالب 208 هنا، العفو سالب ظروف غير قياسية هنا سالب 900. في هنا 0.16 شو تساوي لنا؟ 178 سالب هنا 144. هذا النص بعد مساواة المراتب. هنا ايش عندي؟ 34. هنا 34 شنو الوحدة؟ كيلو جول على المول. هنا الإشارة شنو؟ موجبة، بما أن قيمة دلتا جي آر هنا موجبة، فإن التفاعل غير تلقائي. عنده 627 سيليزي مو تلقائي. بعض الطلاب شو يسوي؟ يقول بما انه التفاعل غير تلقائي عند ال 627 اذا عند ال 927 تلقائي. لا، لازم تثبت له تحل السؤال. عنده هنا 927 سيليزي، تي بالكلفن تساوي 927 زائدا 273 1200 كي كلفن. دلتا جي ار تساوي دلتا اتش ار تي دلتا اس ار.
178.5 هو ذكرها لي. سالب 1200 في 0.16 سالب 192. هنا 178.5 راح يطلع لي سالب 13.5 كيلو جول على المول. بما أن قيمة الطاقة الحرة القياسية سالبة، إذن التفاعل تلقائي عنده 927 سيليزي. قيمة الطاقة الحرة القياسية شبيها سالبة، إذن التفاعل تلقائي عند 927. سؤال بسيط، بس هنا الظروف غير قياسية، مرة سألني عند 627 وعند 927، مجرد أضيف لها 273 بس. لازم أثبت عند 627 وأثبت عند 927. نباشر بسؤال 20.1. تتفكك كربونات الكالسيوم حسب المعادلة. كربونات الكالسيوم CaO زائد CO2 غاز. قيمة الدلتا SR منطيني اياها 160 بس بيا وحدة جول على المول في كلفن، وانطاني قيم دلتا HF على التوالي. يعني يقصد الغاز الاول CO2 اللي هي سالب 393.5، والCaO شو تساوي لنا؟ سالب 635، CO3 هنا 1000 هنا و207. لازم استخرج الدلتا HR منين؟ من قانون المجموع. هنا طاني قيم دلتا HF وانا احتاج الدلتا HR. ايش قال لي؟ جد الدلتا HR للتفاعل ثم ارسم مخطط الطاقة. دلتا HR تساوي summation and دلتا HF نواتج سالب summation and دلتا HF متفاعلات تساوي هنا 1. ايش قد قيمة CaO؟ هي سالب 635 زائدة للCO2 سالب هنا 393.5 مضروبة في 1، مضروبة هنا في 1. خلينا نثبتها. 1 في سالب 393.5 سالب CaCO3 هنا 1 في سالب 1000 هنا 1207 سالب 635 سالب 393.5 زائدا 1200 هنا 1207 تساوي هنا. ايش راح يساوي لنا هنا؟ راح يساوي لنا، خلينا نجمع هنا هاي 8 2 هنا ايش قد عندي؟ 1000 هنا و28 سالب 0.5 زائدا 1207. اذا هنا ايش عندي؟ موجب هنا راح يكون 178.5. شنو الوحدة؟ كيلو جول على المول. شو يريد من عندي؟ رسم مخطط الطاقة. الإشارة هنا موجبة. الموجب يعني طاقته مع المتفاعلات. الموجب هنا تفاعل ماس
يعني طاقته مع المتفاعلات. إذن Ca CO3 بالأسفل، وهنا CaO زائدا CO2. أنا أفضل تراجع المحاضرة اللي وضحنا بها التفاعلات الماصة والتفاعلات الباعثة وكيفية رسم مخطط الطاقة. احنا قلنا كل عنصر أو مركب مجاور للطاقة يكون بالأسفل، وكل عنصر أو مركب بعيد عن الطاقة يكون بالأعلى. الموجب طاقته مع المتفاعلات، يعني المتفاعلات تكون بالأسفل. متفاعلات ايش بيها؟ راح تكون شنو؟ بالأسفل. زين وياي. المتفاعلات تذهب إلى النواتج. هذا المتفاعل راح للناتج. هذا التفاعل ماس. التفاعل يمتص الحرارة من المحيط. حرارة منين؟ من المحيط. هاي الطاقة دلتا اتش ار راح اثبتها اللي هي 178.5 كيلو جول على المول. ثبتتها. يريد من عندي دلتا جي ار. زين انا ايش عندي هنا؟ دلتا اس ار. ايش راح اقسم؟ 160 على من؟ على 1000 أو 0.16 كيلو جول على المول في كلفن. تي بالكلفن تساوي هنا. ايش قال لي هو بالسؤال؟ تتفكك هنا عند الظروف هاي القياسيه دلتا اس ار. هنا الاحظها قياسيه. هنا 25 زائدا 273 298. على شنو استاذ اعتمدت؟ هنا دلتا اس ار قياسي، اوجد دلتا اتش ار قياسي، دلتا جي ار قياسي. فدرجة الحرارة 25 زائدا 273 دلتا جي ار تساوي دلتا اتش ار سالب تي دلتا اس ار. دلتا اتش ار 178.5 سالب 298 في سالب هنا دلتا هنا 0.16 هنا 178.5 سالب 47.68. هنا ايش عندي؟ هنا اساوي المراتب. هنا ايش عندي؟ هاي 2. هنا ايش عندي؟ 14. هاي 8.031. وهاي الاشاره هنا شنو عندي؟ موجبه. 3. درجه الحراره التي ستصبح عندها التفاعل تلقائي. هنا تي تساوي دلتا اتش ار على الدلتا اس ار. ايش راح اسوي؟ راح اقسم هنا 178.5 على 0.16. هاي الدرجة الحرارية التي تصبح عندها التفاعل تلقائي يساوي 5.6 كلفن. ألاحظ إشارة دلتا اس ار موجبة، إذن يستوجب شنو؟ رفع درجة الحرارة أكبر من 5.6 كلفن لكي يصبح التفاعل تلقائي. هذا السؤال كان شامل لكل الفصل. استعملت دلتا اتش ار قانون المجموع، استخرجتها
هنا رسمت له مخطط الطاقة، استعملت له علاقة جيبس وأوجدت له درجة الحرارة التي تجعل التفاعل تلقائي. درجة الحرارة التي تجعل التفاعل شنو؟ تلقائي. نروح إلى سؤال 16 واحد من أسئلة نهاية الفصل، وهو من الأسئلة الوزارية المهمة. إجا سنة 2025 الدور الأول، بالإضافة إلى السنوات السابقة، مجرد يغير الكتلة. خلينا نقرأ السؤال. في مسعر حراري وضع 2.6 غرام، 2 من الاستيلين، كتلته المولية 26، فوجد أن كمية الحرارة المنبعثة هي 130 كيلو جول. احسب انثالي بالتكوين القياسي المن للاستينين. إذا علمت أن دلتا اتش اف للماء هي سالب 286 ودلتا اتش اف للسي او 2 سالب 393 ونص، انتبه عليه. احنا هنا في مسعر حراري وضع 2.6، طبيعي جدا يغير الكتلة، وطبيعي جدا يغير كمية الحرارة المنبعثة، بس هنا لازم تطلع كمية الحرارة المنبعثة لاحتراق مول واحد من الاستيلين سالب 1300 كيلو جول للمول الواحد. هاي لازم انتبه لها. هنا مهما غير بالكتل، مهما غير، يجب هذه من الثوابت أن تظهر أن حرارة احتراق الاستيلين مول واحد هي سالب 1300 كيلو جول على المول. نيجي لهنا، أول نقطة طاني كتلة وكتلة مولية، أجي أقول أن المحترقة تساوي كتلة بالجرام على الكتلة المولية، جرام لكل مول، تساوي 2.6 على 26 يظهر لنا 1.1 مول. انتبه عليه. دلتا اتش سي حرارة الاحتراق، هنا اللي هي تساوي لنا كيو بثبوت الضغط، شو تساوي لي؟ كمية الحرارة المنبعثة 130 اللي هي سالب 130 على من؟ على 0.1، شو يساوي لنا؟ سالب 1300 كيلو جول على المول، واكتب له تفاعل احتراق باعث للحرارة. ولهذا أني سبقت بإشارة سالبة، لازم أنبه المصحح، قلت له سالب هنا 1300 تفاعل احتراق باعث المن للحرارة. هذه حرارة احتراق المول الواحد، بس أريدك تنتبه لي. 2025 الدور الأول قال وضع 3.9 غرام، فكانت الحرارة المنبعثة 95 كيلو جول. انت هنا الارقام تغيرت، لكن من اجيت قسمت هاي الارقام طلعت لي نفس كمية الحرارة اللي هي سالب 1300 كيلو جول على المول، ما يصير تتغير. هسه ذني اللي انطاني عن دلتا اتش اف للسي او 2 للاتش 2 او، ذني نواتج احتراق. اذا انا محتاج ان اكتب معادلة احتراق شنو؟ الاستيلين. ولا ننسى تفاعلات المسعر ضمن منهاجنا هي تفاعلات احتراق. انت هسه هنا حر، تريد نطب على قانون هيس لو قانون المجموع؟ اكيد قانون المجموع اسهل، بس محتاجين ان نكتب معادلة هدف.
للسيلين C2H2 زائدا O2 CO2 غاز زائدا H2O سائل. كربون يضرب في 2 الهيدروجين نفسه. هنا ايش راح يصير عندي؟ 5/2. هذا غاز وهذا غاز. ايش راح اطبق؟ اطبق قانون المجموع. اطبق قانون المجموع. دلتا HR تساوي summation and دلتا HF نواتج سالب summation and دلتا HF متفاعلات تساوي، نفتح قوس، 2 في سالب 3 9 3 نص. قيمة انثالب التكوين للماء للسيوتو سالب 393 زائدا 2 هنا 1 في سالب 286. سد القوس سالب، نفتح قوس، 1 في دلتا اتش اف المن للسي2 H2 هي المطلوبة زائدا 5/2 مضروبة في 0 وسد القوس الكبير. ايش عندي؟ حرارة احتراق المول الواحد عندي معلومة اللي هي سالب 1300. نيجي هنا نضرب في 2 سالب 7 هنا 8 7 سالب 286 سالب دلتا اتش اف المن للسي 2 اتش 2 سالب 1300 سالب 1000 وهنا 73 سالب دلتا اتش اف المن للسي 2 اتش 2 سالب 1300. ننقل هنا المجهول لهذا الطرف والمعلوم للطرف الاخر. دلتا اتش اف للسي 2 اتش 2 تساوي هنا موجب 1300 سالب 1073 ويساوي لنا 227 كيلو جول على اليمن للمول الواحد. اذا هنا انثالب التكوين للاستينين هو هنا موجب 227 كيلو جول، وحرارة احتراق هنا مول واحد من الاستينين هي سالب 1300. اذا لازم نأكد عليهن مهما غير الرقم هنا الكتلة او غير كمية الحرارة المنبعثة يجب ان تظهر لك حرارة احتراق مول واحد من الاستيلين هي سالب 1300. واضح؟ هنا ربط المسعر اللي هي الطريقة الغير مباشرة بمن ربطها؟ هنا ربط المسعر الطريقة المباشرة بمن؟ بالطريقة الغير مباشرة. انت حر تريد تحل بقانون المجموع وتريد تحل بقانون هيس، ودربتك بما فيه الكفاية على اليمن على قانون هيس، بس انا افضل لك هنا تحل بقانون المجموع. أعزائي طلبة السادس العلمي، راح أبقي عليك مجموعة أسئلة من أسئلة نهاية الفصل، أريدك أنت تحلها وتأخذ الجواب النهائي من أسئلة نهاية الفصل من الكتاب، ونكون قد أنجزنا الفصل الأول بشكل تام 100%. حلينا أسئلة الوزارية، حلينا أمثلته، تمارينه، وأسئلة نهاية الفصل. بعد منتظرين الاختبار. راح أرفع لكم على المنصة الاختبار. عندنا شامل وعندنا أسئلة الشهر الأول اللي هو نصيح له التراكمي.
شامل، راح تكون شاملة لكل الفصل. راح نرفعها خوش، والأسئلة الشهر الأول، وأريد من عندكم الإجابات حتى أشوف مدى استيعابك إلى الفصل، ومن الله التوفيق. تحياتي.